في سنة 1200 قبل الميلاد في عصر البرونز، حرب طروادة استمرت 10 سنين، وفي الآخر اليونانيين طلعوا منتصرين ورجعوا بلادهم عادي. في الوقت اللي الملك أجمنون ملك ميسيني والملك مينالوس ملك سبارتا رجعوا بدري. الملك أوديسيوس بقى كان ملك إيساكا وأخد طريق أطول ومرجعش، وده خلى الناس تفتكر إن هو مات. في غيابه بقى بدأ الشبان كتير جدا يحتلوا البيت بتاع أوديسيوس، وكانوا بيتنافسوا بشراسة قوي على مين يتجوز الملكة بينوبلي مراته عشان يستولى على العرش. الملكه دي بقى وابنها كان اسمه تيليماكوس، كان معاهم خادم امين اعمى كده اسمه هيوميوس. كانوا فاكرين ان الملك اوديسيوس ده لسه عايش فعلا وبيدعوا ان هو يرجع. وفي نفس الوقت عشان تتهرب من اختيار زوج معين كده، كانت بنولبي بتقعد تقول انا هختار عريس فعلا، بس بعد ما اخلص الكفن بتاع جوزي الغايب هعمل له غزل الاول وبعد كده اختار. وطول النهار كانت بتقعد تغزل الكفن ده بجد، خيطه يعني، وكانت بالليل تفك اللي هي عملته ده في السر عشان تعيد من الاول. والدوره دي استمرت كذا مره، وده سمح لها انها تتاخر وما تتجوزش. لكن ما كانش في غير المتاح للملكه بينولوبي انها تعمله، والناس كلها بدات تضغط عليها انها لازم تتجوز، وان تيليموكوس ابنها ده يديهم حجه عشان يشيلوه من طريقهم العرض. ابنها تيليموكوس ده قرر ان هو يسافر لسبارتا عشان يدور على ابوه ويدور على اي اخبار عنه. وبعد ما مشي، انتينوس واحد من الناس اللي بيتوددوا للملكه بينولوبي حاول يغريها كده بالكلام بس من غير فايده. ولما عرف ان تيليموكوس ابنه سافر، جمع بقيه الناس كده وخططوا ان هم يقتلوه قبل ما يرجع البلد تاني. في الوقت ده تيليموكوس قابل اخيرا مينالوس وهيلين. مينالوس حكى لتيليموكوس قصه اوديسيوس والحرب وان هو ازاي كسب، واوديسيوس هو اللي ابتكر كمان فكره الحصان بتاع طروادة ده، ان هو نعمل حصان خشبي كبير نقدمه هديه لآلهة طروادة اثينا، والمحاربين اليونان يستخبوا جوه الحصان ده ويستنوا ايام لحد ما الناس يكتشفوا الهديه ويخرجوا يهاجموهم. وفي الوقت ده الميه رفعت من المد الواطي للعالي وغرقت المحبوسين تحت. كان في سينون وده محارب شاب كده من إيساكا اتساب لوحده بره الحصان الخشبي عشان يقدم الهدية لأهل طروادة من غير ما يعرف الخطة ولا إن إخواته مستخبيين جوه. ولما أهل طروادة وصلوا، سينون اتضرب بالسهام وهو بيموت خلاص، آخر كلام بيقولها كان بيقدم الهدية ليهم. وأهل طروادة قبلوا الهدية فعلا للملكة أثينا وأعلنوا نهاية الحرب ودخلوا الحصان جوه طروادة. والخطة نجحت لما المحاربين المستخبيين جوه دول طلعوا وفتحوا بوابات المدينة، سمحوا لاجمنون وبقيه الجيش اليوناني ان هم يخشوا طروادة عادي ويرجعوا الملكه هيلين اللي هي الحرب كلها قايمه عليها اصلا. ورغم النصر، وبدا مينالوس يكشف ان اجمنون ده رجع بيته بسلام عادي، بس اتخان من مراته هناك وعاشقها اللي برضه ابن عم اجمنون. وبره عن القصه دي، تيليماكوس اللي هو ابن البطل ما خدش اي معلومات مفيده عن ابوه ولا استفاد اي حاجه، بالعكس ده قلق عليه اكتر لان عرف ان في ناس راجعه منتصره واهلهم هم اللي قلبوا عليهم. في الوقت ده بقى اوديسيوس كان لسه عايش بس محبوس في جزيره كده اسمها اوجيجيا، بعد ما الميه جرفته للشط كده وعاصفه مرعبه دمرت السفينه بتاعته. قعد هناك 7 سنين مع حريه البحر كاليبسو اللي وقعت في حبه بجد وكانت عايزه تخليه جوزها. ورغم ان هو كان مع ست غايه الجمال، بس هو كان دايما عايز يرجع لمراته، وبدات تاكله زهور لوتس كده معينه بتخليه ينسى. بس لما حست ان مفيش فايده والراجل ده موجوع فعلا، بدات تخليه يبطل ياكلها وبدا يحكي حتى اللي حصل له. بدا يحكي اوديسيوس كان المفروض هم في رحله كده راجعين لبيتهم بعد ما كسبوا الحرب ونهبوا كذا قريه، ولما الراجل حذرهم من الاخطار اللي هتواجههم في الرحله دي، اختار ان هو ما يسمعش التحذير ده وكملوا رحلتهم عادي ووصلوا للجزيره كمان عشان يصطادوا اكل. ولما شافوا خروف لوحده، اوديسيوس استغرب قوي لان الخرفان في العادي بتمشي في القطيع، فمشي ورا الخروف ده لحد كهف معين. ولما لاحظوا ان الكهف ده فيه حد عايش، بدأ يأمر رجالته يستنوا لحد ما اللي عايش ده يظهر، وبسرعة دخل قطيع خرفان كبير كده. لكن اللي حصل بعد كده ان هم لقوا عملاق عايش هنا اصلا ودخل المكان وسد المدخل بتاعه، واتنين من رجالة اوديسيوس اتاكلوا وبقيه الرجاله استخبوا في الضلمه وهم مرعوبين. وطبعا العملاق كل ونام، وتاني يوم صحي حرك الصخره اللي سد بيها المدخل دي، فرجاله اوديسيوس جريوا على طول من جنبه وهربوا من الكهف. شويه هربوا والتانيين اتقتلوا قبل ما المدخل يتقفل تاني. اوديسيوس بقى كان من اللي وصلوا للمخرج ده، بس لما شاف بعض رجالته لسه جوه قرر يرجع وعمل خطه كده عشان يخدع العملاق ده. وبالليل المحاربين قربوا من العملاق النايم ده واوديسيوس ضرب وشه عشان يصحيه، ولما عين العملاق ده اتفتحت ضربوا على طول برمح وعماه وهما بيتحسروا على خساره محارب ميت وسطهم. وبدأ العملاق ده يصرخ وبدأ ينادي على بوسايدون إله البحر، وفاجئ الرجالة بقدرته على الكلام. واليوم اللي بعده العملاق كان لازم يحس إن في صوف خرفان معدي عشان يسيبهم بسلام. فاوديسيوس ورجالته عملوا خطة كده إن هم يزحفوا تحت الخرفان دي، وخلى العملاق يفتكر إن الريش اللي على الخوذة بتاعتهم هو صوف الخرفان أصلا، فخدعوه وهربوا. بس اوديسيوس راح ضربه بالرمح كده قبل ما يمشي، وده ضايقه جدا وجري وراهم. واوديسيوس ورجالته بالعافية قدروا يهربوا، بس في اتنين اتسابوا وراهم. وبعد ما هربوا من الأرض دي، الجيش بتاع إيساكا كمل رحلته عادي، بس بسرعة واجهه غضب بوسايدون إله البحر لأن هو بدأ يدعي لإله البحر العملاق وهما بيضربوه. ودعوته اتجاوبت بعاصفة شديدة جدا وبحر هايج كان ممكن يبلع الأسطول كله. وبدأ الأسطول يرسى على شط كده
جزيره اسمها ليستر ايجونانز، وواجهوا حاجه كده لابسه درع فضي وبدأوا يقربوا عشان يحاربوه، بس اكتشفوا ان ده طفل اصلا، وبطريقه غريبه كده كان بطولهم عادي. اوديسيوس طلب من الطفل ده اكل بس قعد يضحك عليه، فراح جاي يوريليكوس ايد اوديسيوس اليمين رفع صوته وطلب اكل، قال له بقول لك عايزين ناكل. فالطفل راح متعصب جدا وطلع يجري في الضباب. فجأة جيش من رجالة العمالقة كده لابسين دروع فضية بدأ يظهروا ويهاجموا الجيش بتاع اوديسيوس، واوديسيوس بدأ يصرخ في الرجالة ان هم لازم يهربوا على السفينة، بس الهروب كان صعب لان الغابة كان شكلها محاصراهم. شوية محاربين قدروا يوصلوا للسفينة ويهربوا، بس الأغلبية للأسف ماتوا. اوديسيوس كان بيبص من السفينة كده على الناس اللي عمالة تموت منه في السكة، وشايفهم هم بيصرخوا قبل ما يتقتلوا. ولما بص بعيد كده شاف رؤية لأثينا إلهة الحكمة اللي كانت معاه طول الحرب ومحدش بيشوفها غيره، وكانت بصله بخيبة كده وحزن. وبعدين المحاربين ما كانش قدامهم غير ان هم يندبوا اخواتهم اللي ماتوا في سكوت. فأثينا قعدت جنبه بتراقبه كده وتشوفه هو بيفتكر ازاي الحرب خلصت، وهو كان حاسس جواه ان هو بيتعاقب على الطريقه اللي كسبوا بيها الحرب. وهما معديين على جزيره تانية، اوديسيوس لاحظ دخان طالع من مأوى كده لوحده، وامر رجالته يرسوا على الشط ده عشان يستكشفوا، بس رجالته كانوا قلقانين ومترددين قوي. واول ما رسيوا فعلا يوريليكوس طلب من اوديسيوس ان هو يفضل جنبه في المركب، وكان باين ان الرجاله خايفين من خطر تاني او عايزين ياخدوا حذرهم وحابين القائد بتاعهم يبقى عند المركب عشان لو حصلت حاجه. وفي الوقت اللي رجالته طلعوا الجبل الناحيه التانية مصدر الدخان، اوديسيوس فضل ورا عشان يصطاد اكل. فبدأ المحاربين يوصلوا فعلا لمكان كده وقابلوا ست اسمها سيرسي. في الاول سيرسي دي كانت خايفه من وصولهم، بس بدأ يقولوا لها لا احنا مش ناويين شر، وبدأت تقول لهم طب اتفضلوا اكل اهو. وبدأ ياكلوا فعلا، ومن غير ما يعرفوا سيرسي كانت ساحرة أصلا، وحطت في الأكل ده زي مخدرات سحرية كده حولتهم لخنازير. وفي الوقت ده أوديسيوس ما كانش عارف اللي بيحصل وكمل صيد عادي بره. وبعد ما اصطاد حيوان فعلا بنجاح اتصدم لما شافه بيتحول لإنسان عريان قدامه، ولما فهم إن في حاجة غلط في المكان ده وسحر استعجل عشان يلحق رجالته، بس ما لقاش اي اثر ليهم. ما لقاش الا سيرسي دي مجموعه خنازير بدات تقول له اهلا اتفضل، وبدا يلاحظ كده ان الخنازير دي بتتصرف بشكل مش طبيعي، وكل ما يحاول يقرب تحاول تدخل له. ولما فهم الموقف سأل بهدوء قال لها هو رجالتي فين؟ قالت له لا هم جم هنا ومشيوا عادي. بس بدأ يكشف كذبها ده، وفجأة راحت حاطة سكينة على رقبته. بس اوديسيوس مسك كده الغراب بتاعها ده كرهينة، الغراب اللي كان غالي قوي عليها، وكان في الحقيقه اصلا ده اختها بس متحوله عشان تحميها. فسيرسي بقى تقول انا ما حولتش رجاله الخنازير ولا حاجه، انا هعمل كده ازاي يعني؟ وعارف انتوا اصلا طول عمركم خنازير من قبل ما تتحولوا. وهي كان جواها كارهه الناس اللي بيخشوا الحروب يقعدوا يسرقوا عشان متعتهم الشخصيه. ورغم ان اوديسيوس كان باين ان هو عاقل وكده، بس هي كانت معتقده ان هو مذنب بنفس الدرجه، لانه بعت رجالته الجعانين يقتحموا بيوت عادي كده. ولما فهم خوف سيرسي ده بدا يقول لها لا انت فاهمه غلط، احنا ما نقصدش اذى ولا حاجه، احنا بس عايزين ناكل عشان احنا اتبهدلنا طول الرحله دي وما كلناش وراجعين البيت عادي. واخيرا سيرسي استسلمت ورجعت رجاله اوديسيوس للهيئه العاديه. وكان على الناحيه التانيه دراعه اليمين عايز يقتل سيرسي دي لانها ساحره، بس اوديسيوس قال له لا ارجعوا السفينه خلاص مش هنأذي حد. وبعدها اوديسيوس سأل ازاي يلاقي طريق لبيته، وسيرسي قالت على فكره انتوا تايهين، والطريق الوحيد كان انكم تعبروا حاجه اسمها اوشيانوس، وده في هادس العالم السفلي يعني، وهناك هتقدم ذبيحه دم قربان عشان تقابل النبي الاعمى تريسيا. سيرسي حذرت اوديسيوس ان الموضوع ده ما فيهوش هزار، ولازم تبقى انت الوحيد اللي تستشيره مش رجالتك، لان الالهه قالت ان اوديسيوس بس هو اللي عارف الطريق لبيته، ودي النبوءه بتقول كده. فهم مسافرين للعالم اللي تحت الارض ده. اوديسيوس عمل فعلا القربان ده عشان يستدعي روح النبي واستنى، وبسرعه ارواح رجالته اللي ماتوا طلعت من تحت الارض وكانهم بيطاردوه. وبدا سينون يركع قدام ذبيحه الدم دي، وهناك ظهر النبي الاعمى ده تريسياس. وروح سينون اتكلمت وقالت انا حسيت بخيانه عميقه جدا من اللي عملتوه ولما مت. مين سينون ده؟ سينون ده كان واحد ابن عيله عادي بتخدم بيت انتينوس، ولما انتينوس اختاره عشان ينضم للحرب رفض، وعرض يدفع لابو سينون عشان سينون يروح مكانه، سلمه يعني. ولما الحصان الخشبي ده اتبنى هو كان بيتطوع ان هو يقدمه هديه فعلا، ما يعرفش ان هم بادئين حرب بيه ومخبيين ناس جوه. بس بعد موته حس بالصدمه والخيانه لما اكتشف ان دي مش هديه ولا حاجه، دي كانت خدعه وحطوه كبش فدا. وهو ما عرفش الكذبه دي غير لما محاربين اليونان التانيين ماتوا ووصلوا للعالم السفلي وحكوا له الحقيقه. واللي زاد الطين بله ان لما سينون مات ووصل للعالم السفلي اول روح قابلته كانت روح ابوه، وساعتها بس فهم ان عيله انتونوس دي ما دفعتش حتى لابوه وودوا الواد ده على الفاضي، يعني روحه راحت ببلاش، واللي مات فقير ومش لاقي بيت. وقبل ما ينهوا كلامهم سينون شكر اوديسيوس ده ان هو دفن جثته فعلا وما عملوش وحش، بس طلب منه يسافر للغرب المجهول اول ما يرجع بيته عشان يكرم رجالته. وطلب برضه ان اوديسيوس ده يرجع عار انتينوس لما يرجع، يعني ياخد حقه ويقتل الراجل انتينوس ده. وبعد سينون استدعوا روح اجمنون، واللي كان مستغرب ليه ملك ميسيني موجود هناك. والملك اجمنون ده بدا يحكي بقى ان هو حتى لما رجع بيته في الحرب دي وكسبان زيه الملكه اللي هناك كانت العلاقه بواحد ابن عمه،
ولما الملك ده رجع قتلته من غضبها، وانها بتاخد طار بنتها اللي هو ضحى بيها عشان يضمن رحله ناجحه، قدمها قربان يعني لارتمس اله الحرب. وبعد الملك اجمنون جه الوقت اخيرا لاوديسيوس ان هو يتكلم مع النبي ده مباشر، وبدا يقول لاوديسيوس على فكره انتوا لازم تسافروا جنوب الغرب، تعدوا على السيرين، حريات البحر يعني. الاغنيه بتاعت السيرين دي هتسحب رجاله اوديسيوس للصخور وهيموتوا هناك. وبعد ما تعدوا المرحله دي انت هتضطر تختار بين كاربيديس، ودي دوامه بحريه ضخمه هتموت كل رجالتك، او سيلا، وده كائن بحري مرعب هيموت 6 بس من الرجاله. وبدا يقول له على فكره انت لو اصريت ان انت ترجع من غير خدش وكل الرجاله تعيش هتخسر خساره كبيره. وبدا كل الرجاله اللي ماتوا حواليه يتجمعوا وكانهم زعلانين من اللي حصل، وبداوا فعلا يهربوا من العالم السفلي، وزي ما النبي ده قال بالظبط تريسيوس. واول ما وصلوا للسرين دي اوديسيوس امر رجالته ان هم يغطوا ودانهم بالشمع، وهو ربط نفسه في السفينه من غير اي شمع يمنع ودانه. وكونه دايما عنده فضول ورغبه ان هو يسمع الحكمه بتاعت حريات البحر دي، كان عايز يسمع الغنى بتاعهم برضه. وبدات الناس تراقب اوديسيوس وهو مربوط وبيصرخ وبيزعل جدا من الكلام اللي هو سامعه. واول ما اغنيه السرين دي خلصت بدا يوريلكوس يقول له هي الاغنيه دي كانت عن ايه؟ انت مالك متاثر كده ليه؟ قالوا لا لا، الاغنيه دي قلبت عليا المواجع وكان فيها كل الحاجات اللي نفسي اعملها وفشلت احققها، الوقود كلها. وبعد ما عدوا السرين دي واجهوا الدوامه البحريه المرعبه كاربيدس، وعلى الجنب كان في قناه كده ضيقه يقدروا ياخدوها عشان يتجنبوا الدوامه دي، بس هي المكان اللي سيلا بتستنى فيه الكائن المرعب اللي النبي قال له هيموت 6 من رجالته. فاوديسيوس ما قالش لرجالته عن الموضوع ده وسابهم يسوقوا السفينه للقناه دي، وزي ما كان متوقع 6 من الرجاله ماتوا بس معظمهم عدى من غير اذى. وبدا يوريلكوس يقول له هو انت عارف ده كله مخبيه علينا ليه؟ ومع ان السفينه اتدمرت الرجاله قرروا ان هم يروحوا لاقرب جزيره، وبالصدفه كانت جزيره اله الشمس. ولما اوديسيوس حذرهم ما ينزلوش هناك بدا يعترضوا. فبدا اوديسيوس يقول لهم صدقوني لو ذبحتوا قطيع ابولو دول الالهه هتنتقم مننا. فبدا يوريلكوس يقول له لا لا ما تقلقش، احنا هناخد فاكهه وميه بس من هنا. فاوديسيوس استسلم اخيرا، والطاقم عملوا فعلا مخيم على الجزيره واكلوا من مؤنتهم. بس مع مرور الايام بدات الحاجه اللي معاه تخلص. واوديسيوس صحي في يوم كده لقى اثينا بتراقبه من بعيد وبتبتسم له عشان يمشي وراها، فبدا يمشي وراها فعلا واكتشف ان رجالته بيطبخوا وبياكلوا واحده من البقر بتوع ابولو. فكان متضايق جدا بس ما كانش يقدر غير ان هو يلوم نفسه لان هو القائد وهو اللي بيحركهم وهو اللي وافق على الجزيره دي من الاول. ولما لاحظوا ان البحر هدي والرياح نزلت طاقم اوديسيوس استعجلوا عشان يمشوا على امل ان هم يرجعوا البيت. بس كلام تريسيوس النبي ده طلع صح. في وقت متاخر من الليل في عاصفه شديده قوي جت ضربت سفينه اوديسيوس وقتلت الكل، واوديسيوس لوحده في الميه ورميته على الشط كده في جزيره كاليبسو من غير اي اثر للناس اللي معاه. وكاليبسو دي هي اللي لقيته وبتسمع الحدوته بتاعته دلوقتي في الجزيره، واستخدمت زهور اللوتس عشان تساعده يخف وينسى كل اللي فات. وقعد 7 سنين على الجزيره معاها وبدات تحبه، واتكلمت عن زهور اللوتس دي وقالت له ازاي هي بتغطي على العقل بس ما بتقدرش تغير القلب. وطول ال7 سنين اوديسيوس كان محبوس في الجزيره دي وكان نفسه يرجع بيته ويشوف مراته بينولوبي. وفي النهايه بدات تفهم ان الراجل ده مش هيحبها خالص، وحتى مهما خد لوتس وكده قلبه دايما مخلص لمراته، فساعدته ان هو يبني مركب يرجع بيه. واول ما خلصت اوديسيوس نام على المركب دي وسابه ياخده للمحيط لان هي قالت له انها هتوصله. وبدا يرجع بقى وهو فاكر كل حاجه وهو مين، ووصل هناك فعلا وفقد الوعي. ولما صحي لقى نفسه على الشط بتاع ايساكا، وبسرعه قابل ايميوس وده الاعمى اللي كان مساعد بتاعه، اللي بدأ ينهار من المشاعر القوية اللي حس بيها لما سمع إن الملك لسه عايش. وبسبب شكل أوديسيوس العجوز ده ما كانش عارف يميزه في الأول. وبدأ يحكي اللي حصل في إيساكا بعد الموت المفترض للملك، وإن هو برضو الناس اللي عمالة تلف وتدور حوالين المكان دي وعايزين يتجوزوا مراته بأي شكل. وكمان الناس دي ما اكتفوش بكده، دول ضربوا ايميوس الأعمى ده ومخططين إن هم يقتلوا ابن الملك. اوديسيوس لما عرف كده راح على طول عشان ينقذ ابنه، وكان وقتها ابنه متقدم له مشروب فيه سم هو وصاحبه منتور ده شرب ومات. بس ابنه اوديسيوس اتدخل على انه شحات كده واحد غريب يعني، وبدأ ينقذ ابنه ويضرب كل الناس اللي هناك من غير ما يعرفوا ان هو ابوه. وفي وقت متاخر من الليل كده بدا يعملوا حفله كده ان ابن اوديسيوس لسه عايش ورجع من سبارتا سليم. وده كله الناس فاكره اوديسيوس ان هو شحات محدش يعرف هو مين. بس بالليل كده ابنه خرج ولقى اوديسيوس بيطبطب بلين خالص على كلب الصيد القديم بتاعه اللي كان مستنيه طول السنين دي. واول ما شافه اطمن ومات. فبدا ابنه لاقي راضي يفهم كده ان الراجل الشحات اللي انقذه ده هو ابوه اصلا، وبدا ينضم للوليمه عادي. واوديسيوس متخفي في شكل شحات وقرب من انتونوس الراجل الخبيث ده عشان ياخد حق سنن وبقيه الناس. والملكه بينولبي طلبت تتكلم مع الشحات ده وخلت اكتر خدامه بتثق فيها يوريلكيا تغسل رجلين الشحات. الخدامه دي بدات تعرف ان اوديسيوس لان كان في جرح في رجله معين قوي مميز، بس اوديسيوس شاور لها انها تسكت وما تقولش. وهما بيتكلموا مع الملكه بينولبي اوديسيوس ذكر كده ان في دبوس مميز كان دايما بيلبسه،
ومحدش يعرف يوصفه غيره هو وبنيلوبي مراته. فبدات تعيط لما تفهم انها بتكلم جوزها ده كله. فاوديسيوس بدا يبص لاثينا الهه الحكمه اللي محدش بيشوفها غيره، وقال لها انا ندمان ان انا انتهكت القانون بتاع زيوس، وان انا خدعت اهل طروادة دول بالحصان، وما كانش في اي شرف في الطريقه اللي انا حاربت بيها دي. واوديسيوس افتكر وهو بيشوف 10 سنين من الغضب كده يموت فيها مدينه طروادة في ليله واحده. وحتى بعد ما اهل طروادة قبلوا العرض ده ودخلوا الهدايا بيوت، اليونانيين نفسهم انتهكوا كل حاجه مقدسه وحولوا حربهم لصيد، عمالين يصطادوا في الناس. والمحاربين بتوع طروادة ما كانوش الضحايا الوحيدين، كمان في يونانيين برضو اتذبحوا اطفال وستات من غير رحمه، وحرقوا المدينه واستمتعوا باصوات المعاناه دي. اوديسيوس افتكر وهو بيشوف التمثال بتاع اثينا بيتقطع راسه، وساعتها بس شاف اثينا نفسها بتعيط وبتترجى ان هو يرحمها. كل ده كان خطه اوديسيوس عادي. الفكره ان هو خدع اهل طروادة وكسر القانون بتاع زوس وما حاربش بشرف. الملكه بنولبي بقى استحملت كل ده وجوزها مسافر ده كله، واعلنت انها اخيرا جاهزه تختار واحد جديد تتجوزه. وكل الابواب كانت بتتقفل، وكل عريس لازم يتجمع في القاعه عشان تحدي معين كده. هيشدوا القوس بتاع اوديسيوس ويضربوه بسهم، واللي هيعمله صح هو اللي هيتجوزها. ولما جه دور انتونوس خاف كده ومعرفش، ومحدش عرف يعملها. بس اوديسيوس اللي لسه متخفي في شكل شحات ده قال لك انا هعملها. الكل بدأ يتريق عليه، بس ابنه ومراته كانوا بيراقبوه كده وهم عارفين ان هو، وفجأة فعلا راح ماسك القوس وعملها صح. وبعد كده الباب اتقفل وبدأ يحصل حرب بينهم كلهم. اوديسيوس قتل كل الرجاله اللي هددت عيلته وهو مش موجود، وكان ابنه بيحارب جنبه واستحمل اصابات كتير، بس اصر ان هو يحارب. وفي الاخر اوديسيوس قتل انتونوس ده الراجل الخاين، حقق رغبه سينون في العداله. ولما كل حاجه خلصت اوديسيوس سلم العرش لابنه وقال له خلاص انا عايز ارتاح بره كل ده. ومشي من إيساكا مع مراته بينولوبي، ومشوا في البحر كده ناحية المجهول، ويدوروا مش بس على السلام بس برضه عشان يكرموا أرواح الجنديين اللي أوديسيوس خسرهم. وفي الوقت اللي إيساكا فضلت فيه مجروحة استلمها ابنه تيليماكوس اللي كان متوقع منه يرجع بناء الحضارة، وأوديسيوس كان بيفتكر لمحات الحرب اللي عاشها. ده كان الفيلم يا جماعة. الناس اللي هتقول لي انت ليه لخصته مرتين، يا جماعة النسخة دي اتش دي انا لخصته في يوم اللي نزل فيه في السينما، كان نسخة كاميرا. فدي برضو مدرسة معينة. اشوفكم في حلقة جديدة، وصلوا في فيديو 40 لايك عشان اختار واحد يكسب لابتوب، ومع السلامة.